السلام عليكم. اليوم في شيوة وليد ان شاء الله راح ندير لكم تحليه بالنسلي كراميل، يعني لاموس تاع النسلي كراميل والبنان اللي هو الموز. كما نعرفوا انه البنان يتواتر بزاف مع الذوق تاع الكراميل. اليوم راح نديرو تحليه بها في الكيسان، ان شاء الله تعجبكم، يعني اللي يحبوا ذوق الكراميل راح بزاف تعجبهم هذه الوصفه. واش راح نحتاج؟ هذا النسلي كراميل انا خدمته في الدار كما راكم تشوفوا، يعني خدمته عنده 3 ايام، كان في الثلاجه. اغلقي عليه مليح فقط. شوفوا كيفاش يجي، يعني والله غير يجي كيما اللي يتباع في العلب، طبق الاصل حتى في الذوق تاعو. هذا درناه من قبل، راح نحط لكم الرابط تاعو اسفل لا فيديو. راح نحتاج كاس بودره الشونتيي، هذا الكاس يرفد 240 مليلتر، وكاس حليب يكون بارد. اول حاجه راح نديرها هي اني راح نطلع لا كريم شونتيي، اذا بودره الشونتيي نديرلها كاس تاع الحليب يكون بارد. اذا نطلعها تتولي كريمه. اذا ها هي الكريمه تاعي طلعت. واش راح ندير الان؟ راح نبدا نزيد لها لاموس في النسلي كراميل تاعي بالعقل. هنا راح نخدموا لاموس تاع الكراميل ونخلط غير بالعقل باش ما تهبطلناش هذيك لا كريم شونتيي تاعنا وتجينا كريمه خفيفه كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه. كما قلت لكم راهي وصفه بزاف بنينه، نتمنى انكم الكل تجربوها. انا راح نزيد، اذا ندير الكميه كامله. ماذا بكم النسلي كراميل يكون بارد مليح. شوفوا كيفاش يجي. كما قلت لكم انا هذا النسلي كراميل جهزته في الدار. بهذه الطريقه اذا ها هي لاموس تاع الكراميل تاعي، ها هي واجده. وانا نشوفوا خلطوا مليح حتى تنسجم كامل المقادير. ها هي، وراح نجوزو مباشره لطريقه التزيين. اذا الان راح نبدا بطريقه التزيين. انا راح نستعمل هذا الكؤوس هذو ندير فيهم الديسير تاعي. هنا عندي البنان مقطع دوائر، وهنا حكمت هاد لو بسكوي من هذا النوع ولا اي بسكوي عندك في التيخشين بهذه الطريقه. وهنا عندي لاصوص تاع الشوكولا كان سبق وحطيتها لكم، راح ندير لكم الرابط تاعها للتزيين. هنا واش راح ندير؟ راح نحكم الكيسان تاوعي كما رانا نشوفوا. راح نحط كميه تاع لو بسكوي من تحت كما رانا نشوفوا. اذا الكريمه تاعي حطيتها في اون بوش ادوي. راح ندير طبقه من الكريمه كما راك تشوفي. من بعد ندير كما رانا نشوفوا، نديرو قطع تاع البنان. هنا البنان نديرو حسب الرغبه كما حبيتو كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه. راح ندير شويه تاع صوص شوكولا كما رانا نشوفوا. دابا بكم نديروها في الطرف باش تبان مع الكاس. كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه.
اذا نزيد الكاس الثاني. ما قلت لكم راهي تحليه بزاف بنينه، نتمنى انكم تجربوها. كاين بزاف اللي يحبوا هذا النوع تاع التحليه تاع الكؤوس. راح نزيد عليهم شويه تاع لو بسكوي. نزيد الكاس الثاني. يعني هذه الكريمه حد لكم كميه لاباس بها، حوالي 6 كيسان بهذه الطريقه. نزيد فوقهم لاكريم. هنا نشوفوا الان واش راح ندير. راح ندير قطع تاع الموز، نزيد الكاس الثاني. راح نزينو بشويه تاع اللوز ايفيلي، هذا اختياري، هنا ديري واش تحبي. كيما رانا نشوفوا. وراح نزيد لهم شويه تاع لاصوص الشوكولا. اذا ها هي التحليه تاعنا واجده كما رانا نشوفوا. راح نكمل الكيسان الاخرين ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي التحليه تاعي واجده تاع يعني الموس الكراميل بالموز. ها هي بعد ما كملتها انا درت لي حوالي 5 كؤوس. شوفوا التحليه تاعنا. ها هي طبقه الكريمه، طبقه البسكوي، الشوكولا، الموز، البنان. انا شبحته بلوز ايفيلي، صوص شوكولا. نتمنى انها تعجبكم التحليه تاع اليوم، ونتمنى انكم تجربوها لانها بزاف بنينه. خلوها تبرد مليح وما تستهلكوها. نتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي الخبر عليها. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد.